النت فصل لوحده، مش عارف فصل ليه. فانا عايز الاستاذ صبحي والاستاذ سامح والاستاذ ايمن سمير يكونوا موجودين معايا عشان افهم الدنيا ماشيه ازاي. عبد الله السعداني، اخبار معاليك؟ عامل ايه يا غالي؟ تطلع معايا بس مباشر يا استاذ عبد الله ولا هتكتب؟ عملت ايه في موضوع حد فين؟ ابو روفان اهلا وسهلا بيك. محمد امام اهلا وسهلا بيك. محمد يحيى اهلا وسهلا بيك. يلا اتجمعوا يا جدعان عشان انتوا تعبتوني الفيديو اللي فات. عماد اهلا وسهلا بيك، مشرفني ومنورني. محمد على ما اعتقد المصري عبد المولى اهلا وسهلا بيك، لسه ما ظهرتش عندي. ابو عمر ده اهلا بيك، مساء الفل. انت ندى مصر خدت من ام دينار وتعتبر فازت على الوطنيه. تعالى يا صبحي هنا، صبحي شعبان ابو هدير، تعالى لي هنا يا صبحي، تعالوا لي هنا. عايز تعالى يا صبحي هنا، انت علقت فين؟ الاستاذ يحيى شعبان الجبالي اهلا وسهلا بيك، مشرفني ومنورني يا غالي. يا ترد عليا يا استاذ عبد الله بالنسبه لندى مصر، يا تطلع معايا بس مباشر. معاك دي ومعاك دي. وصلت لحد فين انت والاستاذه رضا عساكر؟ كانت الكلام في الفيديو السابق خد حدته شوية معايا، وناس كتير كانت موجودة. ما هو يا جدعان اللي بيقلق ماشي. سلام يا ربيع
ما اعرفش هل الفيديو اللي شغال عليه ولا فيديو تاني. محمد الاستاذ سامح كان بيقول لك استنى بقى على البث المباشر عشان نقرا، بس هتقولي صبحي اللي عارف مكان صبحي يجيبهولي. الاستاذ يحيى شعبان بيقول والله انت كلامك صحيح، بس لا حياة لمن تنادي ظلم مفضوح. مع إرادة قوية ومع عزيمة قوية تقدر تغير المستحيل يا أستاذ يحيى. الناس الأول كانت على جهل، فالتغيير كان بيبقى صعب. النهاردة نسبة الناس اللي هي بتفهم وناس واعية وناس تقدر تغير أمة مش هتقبل لا بالظلم ولا بالمهانة. انت ما يتاخد صوتك ويروح لصوت شخص انت متأكد مليون في المية ان مش هيعمل حاجة، من رابع المستحيل ان انت هتسكت. الاستاذ عبد الله السعداني بيقول منتظرين اعلان النتيجة عشان نكمل باقي الخطوات اللي بدأناها. طيب في حالة ان انت حضرتك مستني عبل ما الاعلان يجي، هي المفروض الحملة الانتخابية ما بتنتهيش ما دامت لسه ما اتحسمتش، عشان بس اللي يشتغل سواء سمير رشاد او ياسر سعيد طه او اي مرشح ايا كان، ما دام لسه فيه امل ولو 1%، يبقى الحملة الانتخابية بتاعتك تكون بتدار كما لو ان مفيش حاجة حصلت. محمد امام بيقول الاستاذ سامح كان بيقول لك اني ما شافش من حاجه وحشه. ايه ما شافش من حاجه وحشه؟ مش فاهم. يا شباب كلنا عشان نتحرك وعشان نفهم لابد الاول نتعلم يعني ايه انتماء، والانتماء بيبدأ الاول من الصوت، من صوتك انت. لو انت هاين صوتك بتبيعه بفلوس او بتبيعه بزيت وبسكر، ده معروف. صوتك عن فكر ورؤية وبتحارب عشانه بيبقى ليه قيمة عندك وعند غيرك. لكن لو قلت لا انا صوتي ما يفرقش، صوتي خلاص هو الامر الواقع، خلاص اتفرض علينا امر واقع، يبقى انت زيك زي اللي بيبيع صوته، زي لا مؤاخذه اللي بيشتري اصوات. انت مشارك في الفساد من الدرجه الاولى. لكن لما يبقى صوتك انت ما عقتوش هتبقى انت عايزه. سعيد افندي اهلا وسهلا بيك، مشرفنا ومنورنا. الانتخابات عامة بتعلمك يعني ايه حرية ويعني ايه خصوصية. الانتخابات بالذات بتعلمك يعني ايه حرية ويعني ايه خصوصية. انت حر في صوتك، خصوصيتك ان انت ما فيش حد يعرف انت اديت مين ولا ما اديتش مين، بتبقى من ورا ستاره ما بينك وما بين ربنا. بتعلمك الالتزام ان صوتك امانه، ادام ورا الستاره يبقى صوتك امانه وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيشوفه فقط، وبيتفرز في الورق كورقه عاديه من ضمن الاوراق، لكن مش شخص من الاشخاص. يعني اسمك ما بيبقاش معلوم لا للقاضي ولا للمرشح نفسه اللي انت بتديله صوتك. فبالتالي عملية الاقتراع بتعلمك 3 حاجات: الضمير، الحرية، والخصوصية. احنا متوقعين يا استاذ عبد الله ان احنا اعلان النتيجة هيكون مختلف تماما عن اللي فات، بس انا متوقع ان علي سماح جاي. انا متوقع ان علي جاي يا جاي اعاده، يا اما فاز. فانت ما تعرفش، ما في ناس جايبه. يعني العمده بتاع القطه بيقول انا جايب 18000، العمده بتاع القطه بيقول انا جايب 18000، وغيره بيقول 15، وغيره بيقول 16، وغيره بيقول 17. فعلي سماحه
قوة لا يستهان بها، عشان برضو نبقى ايه واضحة الصورة يعني. على ما اعتقد في الاعادة الاربعة هيعيدوا، مش اتنين. هيكون برضو من ضمنهم علي. بس انا اتمنى الاربعة اللي يعيدوا بصراحة وبدون زعل لاي حد. سمير رشاد حماد، عبد الصمد سكر، وحيد عامر، ياسر سعيد طه، وتيجي زي اللي تيجي معاه. ده اللي انا بصراحه من شخص انا بتمناه يعني. يا عز ممكن اقول، ده محمد امام بيقول يا عز ممكن اقول لك على حاجه، لا تنظر للبدايات. الفطاطري بيفضل يظبط على الفطيره وفي الاخر بيحدفها في النار، ودي اللي مخليني متفائل. انت بتجيب الحاجات دي منين يا محمد؟ يعني انت بتجيب حتى حاجه استشهادات غريبه يعني. ماشي. الاستاذ عبد الله السعداني بيقول اديني مساحه لبكره وهعلن نتائج كل مرشحين الدايره الفعليه. يا ريت، على اساس ان احنا حتى انا يمكن فيه لجنه 5 في ام دينار. لا القاضي فشل في فرزها. اللجنه الخامسه دي مبهمه بالنسبه لي، ما خدتش اصوات، والقاضي وقفها مرتين. مره شغلها النائب يحيى شوقي المشد، ومره شغلها المرشح احمد عبده خليف. وعاد الفرز اكتر من مرتين في الليله لحد الساعه 4:30 الصبح، لحد ما انا زهقت وروحت وما خدتش النتيجه بتاع لجنه 5. فاللجان الاربعه معايا، فانا عايز اعرف اللجنه الخامسه ديت فيها ايه بالظبط، لان كانت لجنه السيدات وطبعا بيبقى فيها ارقام خياليه يعني. سمعنا صوتك يا استاذ شعبان. الرهاوي مش سامع لها حس من بعد الموضوع الضربه القاضيه. طيب هو مش المفروض ان اللجنه الانتخابيه بتاع سمير الواقع بتاعت الحريمه يا استاذ شعبان، انا مش سامع صوت ان في انتخابات في الرهاوي، وان في حاجه فيها جايه ممكن تكون اعاده ليهم. هل في تحركات في الخارج والداخل ولا خلاص ونبكي على اللبن المسكوب؟ محمد امام بيقول لي هقول لك على الخاص. ماشي يا سيدي. عمر علي عامر بيقول لي طلع لي محمد امام بتاعه الحريم. طيب هطلعك دقيقه يا عم علي، ابعت طلب يا عم علي. حبيب قلبي الباشمهندس عمرو هاني السويدي، انا بحسدك، انت كل يوم مباشر. اهو بقى الغيره والحقد الطبقي هيلعب بقى. الاوقات دي ما انت بتطلع بس مباشر في برنامج تاني يا عم، وشفتك فيه وما رضيتش اتكلم. يعني انت هتحسدني على المصلحه دي؟ تعال اطلع معايا بس يا عمرو يا سويدي، لما اشوفك كده هتبقى بارم ديل ولا لا؟ حظك بقى. طيب نشوف الاستاذ علي عشان طلب، احتراما لطلبه. وبعدين نشوف عمرو السويدي هرب، طار. ماشي. على ما يحضر معانا علي عامر، بس برضه زي ما نبهتك اي الفاظ لا، اي الفاظ مسيئه لاي حد لا، رجاء. الاستاذ شعبان خميس بيقول لازم اخذت ايه ديلها محدش نازل هيكمل هناك عدد من الضغوط، بخير. يجب اتخاذ خطوات جادة. بص ايوه يا حضرتك انت غالي. متابع اللي هو علي بس وصل المايك ليك، لو وصل المايك متابع ليك بس لو سمحت. حط المايك على وشه، تمام. على بقه، لو حط متابع المايك في على بقه. الفوتبول
اللي حصل ايه بقى؟ اللي حصل انهم بعد الفرز اتفاجئوا ان الاثنين بتوع مستقبل الوطن كل واحد انضاف له 50,000 صوت. يعني عادي ممكن الفرز يطلع صح تمام وتتفاجئ ان في 50,000 صوت انضافوا زياده. ده الوارد يعني حصلت وارد في بلاد ازاي يعني؟ دكرور. حصلت في بلاد ايه؟ دكرور اتفاجئوا ان الاثنين بتوع مستقبل الوطن القلم والكتاب جاي لهم 50,000 صوت زياده. ولو على انا من انت حاجه. حضرتك من ايه؟ اه من الحاجه. طب وصلتك المعلومه بلاد ازاي دكرور بتاع صح؟ بولاء الدكرور ان ان 50,000 ان صوت يعني ما صح، ده النايب رقم كبير. دكرور كان عامل بث مباشر امبارح بالليل بيتكلم فيه. بيقول لك اه. اتفاجئنا ان اول اتنين بتوع مستقبل الوطن واخدين 50,000 صوت زياده. احنا اصواتنا صحيحه لكن هم جالهم 50,000 صوت. جم منين ال 50,000 صوت ما نعرفش. طب هم ال 50,000 صوت مش لازم يكون مرفق في الدفاتر اللي هي موجوده مع الموظف اللي بيبقى موجود؟ كل اللي خدوا محاضر ما حدش فيهم خد محضر مختوم. اللي خدوا محاضر بالورق في يوم الفرز ما حدش فيهم خد محضر مختوم. اه. محاضر كده. احنا معانا برضو الاستاذ عبد الله السعداني موجود معانا، يبقى عامل حذر اه الحته زي ديت وهيوصل وحاجه الخبر لبعض وحاجه تانية المرشحين بقى ان شاء الله. لو على الطعون وكده دكتور قطب فازوره اه. في 95 قدم طعن. اه علي بس، علي دكتور المايك، على فازوره علي المايك. قدم طعن في 95 اه. ولسه لحد النهارده الطعن بتاعه ما نبتش فيه. ده لو على اه. الطعون يعني. طب ماشي يا غالي، حبيبي. ماشي يا حبيبي، اه ماشي، شكرا حبيب قلبي. عفوا يا باشا. شكرا. محمد امام بيقول طيب يا عز، اللي انت ما تعرفوش ان في عضو مجلس نواب متعين من ام دينار؟ طب دي ما يا حاج محمد معلش. الاستاذ عمرو السويدي بيقول التصويت من الخارج هو مفتاح اللعب. يعني انت قصدك يا استاذ عمرو ان هم هيصوتوا، هياخدوا الاصوات دي تاني يردوها للداخل ويدخلوها ضمن الاصوات الداخليه؟ برضه من رابع المستحيلات، لان انت عندك مستشارين وعندك مرشحين جهابذه في المجال القانوني، فبالتالي ما في مش هيقدروا يلعبوا في حاجه زي كده. ولا ايه رايك يا استاذ شعبان؟ تطلع معايا ولا ايه؟ ليه يا استاذ شعبان؟ الأستاذ عاطف بيقول ال50,000 صوت زيادة هم المصريين في الخارج، وعمرو السويدي برضو بنفس الطريقة. طيب جميل. لا، أي حد اسمه وهمي ما بعملوش إضافة. شكرا، ما حدش يتوقعني، خليك زي ما أنت. أي واحد ليه اسم وهمي حتى لو شفته بعد كده بحذفه. آه، المفروض علينا، أنت بتخاف على صوتك الانتخابي الأول. على ذلك لما كنا بنتكلم وبنقول يا جدعان كله ينزل، كل يدلو بصوته، كل ما الناس بتنزل وبتدلو بصوتها ما بيبقاش فيه لعب في الانتخابات على الاطلاق، لان يا اما بتبقى ماضي يا اما بتبقى باصل. دي حاجه طبيعيه ومعروفه. المندوب اللي موجود تبع المرشح سواء في الفرز لابد ان يحصل نسخه ثم لان ده السند الوحيد اللي بيبقى ضد الهيئه العليا للانتخابات، وبيبقى ضمان ينقصنا معلومات كافيه
وكيل من المرشح وما هوش عارف ايه صلاحياته وايه اللي المفروض يعمله. يعني انا شفت شخصيه تابعه لمرشح معين، صمم على ان لازم يكون معاه المحضر الرسمي ياخد صوره. القاضي رضخ للمندوب، وكانت معلومه بالنسبه لي حلوه استفدت منها. انت بتعلق عندي يا صبح هنا ولا بتعلق في فيديو سابق؟ انا ما عدتش عارف لك مين والله يا صبح. انا عايزك تطلع عشان تفهمني. نشوف. لا، بيعلق على فيديو، هو بيتفرج على فيديو تاني. نور شريف بعت لي قلب، تكرم يا قلبي. ماشي. يا ليل. يا عم، يا عم، ما تطلع معايا بس يا عمرو، عايز اسمع صوتك. القنبرة يا ذا الصدر في عنجرة، غيرة مثل الهزيمة لغة. يا صبح، صارخا كالغروب سهام. قول يا صبح. انا كان يحيى شعبان وكان محمد امام بيقولوا لي ان انا مش فاهم التعليق بتاعك، ففهمهولي. مش فاهم قصدك، عشان بكده علقت غلط يعني. قدامنا بكتيرنا أول ربع ساعة وهنقفل البث الليلة دي. يا عم عز، اللي نجح هو اللي كان مطلوب منه دعاية بزيادة في جميع الدوائر. لا يا محمد، يا محمد، انت ساعات بتعلق تعليقات انا عارف ان انت شخصيتك. اخر تعليق يا صبحي، اخر تعليق مش فاكره. يا محمد، انا عارف دماغك حلوه. ايه اللي عمل اعلانات دعايه زياده هو اللي جاي؟ ما فيش الكلام ده، مش منطق يعني. لا طبعا. او عنتر.
معلش يا جدعان انا رغاي شويه، بس يعني بقول ان انا يعني ايه، فيها بعض الحاجات اللي بيها الناس، يعني مش اكتر. ممكن يكون عايزين نتغير كلنا مش اكتر. يا عم لا، يا عم محمد، يعني هي حكومه او ناس هتنخدع بموضوع الدعايه؟ يعني تحب اغرق لك الجمهوريه دعايه باسم عز الحريري وهنجح؟ استحاله، مش حاجه بالعقل يعني. ايوه والله. ايمن سمير بيقول لي حضرتك ما فهمتش تعليق الاستاذ سامح يا عم عز، عايز افهمه. صبحي شعبان قال كل النواب الناتج للمواطن صفر، اما الناتج للنائب في 5 سنين اصفار كتيره. قصدك على الملايين اللي بيجيبها يعني المصريين في الخارج، وانا منهم ما حد راح الا القليل. مش بحكم ان انت قاعد فين يا صبحي دلوقتي؟ في السعوديه ولا فين؟ افريقيا يوم من قمة صدرك ما أحمق. يا سلام، يا سلام. هو عامة السعودية ما بيبقاش فيها المساحة مفتوحة بالنسبة للناخبين في السعودية، لأني كنت في السعودية وكان غير مسموح بالمرة، فبالتالي كان بيبقى صعب شوية. خالد، الأستاذ خالد البرقي مشرفنا ومنورنا، وحشنا يا غالي. أنت ما ردتش على الإيه؟ العضو اللي هيتم تعيينه من مدنار. يعني إيه أنت ما ردتش على العضو اللي هيتم تعيينه من مدنار؟ ده أنا قلت فيه شعر. فهمني السؤال كويس يا محمد. يحيى شوقي شغال على فكرة، مش شغال على شخص، شغال على فكرة وبينفذها حاليا، وماشي بخطوات سليمة 100% من تاني يوم ما طلع الكارنيه. الحركة الأولى اللي عملها، اللي هو خد الخط الصحيح بالنسبة للصرف الصحي، وإنشاء معالجة محطة معالجة بجوار الصرف الصحي. ودي أول خطوة كانت لازم تتعمل، وكان معظم الناس مش فاهمينها. بعد ما بتخلص محطة المعالجة، بيبدأ محطة الرفع الأساسية اللي تبقى موجودة في أم دنار، هيبدأ يشتغل عليها. يعني بيخلص المرحلة الأولانية، يخش على المرحلة الثانية. في مرحلة ملحقة للمرحلة الثانية اللي هي محطة رفع ثانية لازم تتعمل في أم دنار، ويبقى كده الشبكة تمت، ويبدأ الشبكة تخش المنازل. فدي خطوات معروفة ولابد منها يعني. فهتكلم اقول عليه. تاني حاجه، بدا يتعامل مع الجمعيات الخيريه زي جمعيه الهلال الاحمر، وبدا يعمل بروتوكول معاها ومع المحافظه ومع مجلس المدينه. نواب مين يا عم؟ وضح حلو يا محمد. هو انت ما انت عم فاهم. عز، حاج صبحي، اخبارك حبيبي؟ ازيك يا عم عز؟ منورني يا غالي. اخبارك يا عامل ايه يا باشا؟ حبيب قلبي؟ وحشنا والله. الله يعزك، الحمد مشاكس لله. انت يا والله انت صبحي. اللي وحشنا يا عم، وحشتنا قعدتك. علي المايك شويه، والله حطه مو مشاكس ولا قريب من حاجه. الله شويه. والله يا اخويا مش مشاكسه ولا حاجه، وماليش ولا نقه ولا جمل في الحدوته دي كلها، وانت عارف. ماشي، ادينا بنحاول نعلم ان بعضينا كان بس. الواحد بيتكلم
ان كان الواحد بيتكلم في حاجه فهو قصده المصلحه العامه. الناس يمكن انا وانت عارفين نمشي نفسنا، اه في غيرنا مش عارف يتدور، اه في غيرنا يستحق. ومفيش عضو لا سابق ولا حالي حتى من بعد الثوره، مفيش عضو من اللي دخلوا في الدوره اللي فاتت ديت نفع اي حد باي حاجه. بص يا كل استاذ، اللي عملوه نفعوا نفسهم وعيالهم. بص يا ابو هدير، بص يا ابو هدير، بعد اي ثوره معاك بتتعمل، معاك. بعد اي ثوره بتتعمل بيبقى في تخبطات بالنسبه للشباب بتاع الثوره او لرجال الثوره بالمعنى الاصح. الثوره بتفرز احلى ماشي. ما فيها بعد ما بتزداد ثقه في الخبره وفي التعايش وفرز الناس عشان الناس تبدا تقود. لكن ما يجيش ابقى عامل ثوره الصبح واجي اطلع لك افرزت. واحد 10/10، بص استحاله، بس مش هيتكشف بص يعني بسرعه يعني. بص يا باشا، بص يا باشا، بص يا عم عايز صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. دلوقتي الانتخابات اللي لسه ما خلصتش دي، اه هل دي نتيجة بعد ثورة؟ ما هو احنا قلنا ان ساعات لما بيتساب الحابل على النابل بتبقى كارثه. ف انا برد على كلامك. حزب ومستقبل وطن انا حط في برد دماغه على ان هو كلامك. خلاص هو حاكم الدوله فيلعب زي ما هو عايز. هو عمل بالونه اختبار بس للاسف طلع وراها اسود. اللي آه، ف... دلوقتي فاحنا بنجري دلوقتي بنجري الاجراء الناس اللي القانوني، كانوا مرشحين بناخد نفسهم، الاجراء القانوني الاول اللي هو قبل اعلان الناس النتيجه النهائيه، اللي هو بيبقى في هيئه تظلم. الناس اللي كانوا مرشحين نفسهم اه وكل الناس مأمنة عليهم، وانت واحد من ضمن الناس رحت خدت اهلك وعيالك واديتهم صوتك، ما شفت لهمش. يعني حتى الاستاذ عبد الصمد مش عارف. انت خايف تتكلم، امال هتتكلم عن الدايره دي ازاي؟ ما هو انا ما الحته انت اللي انت الحته اللي ضايقتني. انت ما كمرشح. هو انا عشان النهارده لما اه. اتكلمت وشديت في الكلام شويه قلت لهم ما ينفعش ان انت يعني تطبطب على الحكومه في اغلاق، او تطبطب على جهه الرصد اللي هي بتفرز الاصوات وتقول خطا غير مقصود. ده خطا مقصود 100%. الريس هو انت دلوقتي لما تعلن الريس عن مش هينزل 2 يقعد على نجحوا وتيجي تقول لي لا الصناديق. نجحوش، مش بتسبب بلبله في الدايره بحالها وبتسبب مشاكل؟ فين فبالتالي كان المفروض فين على بقى دور اللواء عبد الناس؟ الصمد سكر في التلفزيون كان اه. يتكلم بصراحه وبوضوح اكتر، لكن خد الجانب طيب السياسي و- تفسرها ودي بايه؟ نقطه تفسرها بايه سقطت من رصيده عدم كتير. تفسرها بايه عدم كلامه بصراحه وبما يرضي الله؟ اه تفسرها بايه؟ الاستاذ الكلام عاطف اللي عبد انت العزيز سمعته منه دلوقتي تفسره ايه؟ بيقول معلش هراجع بس التعليق اللي قدامي بس عشان الناس بتتابع معايا. براحتك الاستاذ عاطف براحتك. عبد العزيز بيقول انباء عن وجود المرشحين علي وعلاء في مقر حزب مستقبل وطن قبل ساعه من الان. ده معناه ان في تغيير بيحصل على ارض الواقع، وان نتيجه الفرز ممكن تكون اتغيرت برمتها يا استاذ عاطف. فدي برضو حاجه من المبشرات، وربنا يجعلها بشرة خير باذن ممكن الله يعني. اتفضل يا استاذ صبحي. ممكن اسالك سؤال يا استاذ عايز؟ ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. ايه اللي المفروض اهالي الدايره كلها يعملوه لو فضل الوضع على ما هو عليه كده؟ اه ايه ايه اللي اللي المفروض المفروض الناس يعملوه؟ تعمله؟ اه. هقول لك من وجهة نظري انا كشخص عادي انا لا اقبل مم. هذا. يعني من وجهة نظري انا كشخص انا ايوه. لا اقبل هذا، لكن الفكر الجمعي طيب انت ده أو اوصل الفكرة بس. انت مش اوصل الفكرة. قابل ماشي اتفضل. الفكر اتفضل. الجمعي ما بيتحسبش على الفرد. يعني أنا ممكن اقول لك لا انا مش هسكت، اه. اخري ايه اعمله؟ هقف على موقف الحاج شعبان، وفي النهايه القرار موجود. لا. لكن لو في فكر جمعي ناضج وواضح وصريح اه. لابد ان تتعاد الانتخابات، حتى لو اعلنوا اه. ان هم الاثنين دول اللي هينجحوا لابد ان تتعاد الانتخابات من الاساس مش فرز بس.
يعني لو جت اللجنه واعلنت طيب ما وقالت تعادتش الانتخابات. ايه؟ رأيي أنا بعد إذنك يعني، اتفضل. إحنا مش المفروض نعتمد على الأعضاء أيا كان العضو اللي موجود هو مين. ما يهمنيش، أنا اللي اه يهمني إيه؟ أنت راجل عضو، أنا مواطن ليا حقوق وأنت عليك التزامات وليك حقوق. طبعا. كويس؟ العضو اللي امين. موجود أيا كان هو مين مش ما تفرقش معايا كتير. انت أعرف لو حقوقي عملت إيه انت لو وأعرف عملت الواجب اللي عليك، آه انت كناخب او آه كمواطن، بالنسبه للدوله، انت ما لو أنت عملت عملت الواجب الواجب اللي اللي عليك عليك ورحت انتخبت هتلاقي حقك بيجي وزوروا طبيعي. النتيجة أهو. ايه؟ يا باشا انت عملت اللي عليك والناس عملت اللي عليها وراحوا انتخبوا وهم زوروا النتيجه. حلو قوي. لكن فيه ايه المشكله؟ مصدر فساد هو اللي بيضر بالعمليه كلها وبيسيطر على الدنيا بحالها، فبالتالي بيبقى غصب عني وعنك، قدامنا احنا لان في بقى طرف اقوى. كمواطنين قدامنا احنا بقى قدامنا احنا بقى كمواطنين طريق واحد نقطع بيه الخط على الفاسد ده او اللي هيدخل لنا الفساد ده. اه نعرف حقوقنا ونطالب العضو بيها، وما استجابش لمطالب الناس وعمل الواجب اللي عليه وطالب بحقوق الدايره بتاعتنا، نرفع عليه قواضي بشخصه. ما ينفعش يا باشا، ما ينفعش يا حبيبي، ما ينفعش. ايه اللي ما احنا ينفعش؟ قلنا ميزان العدل، ميزان العدل موجود في كفتين، كفه اه اسمها حقوق وكفه اسمها واجبات. لو عملت الواجبات اللي عليك، طيب حقوقك انت بالتالي بالطبيعي هتجيلك. المشاركة المجتمعية مع عضو مجلس النواب تؤدي لعملية اه ناجحة في الخدمات الموجودة، لكن طول ما فيش ما فيش مشاركات عضو من اجتماعية. الاعضاء بتوعنا هيستجري يطلب خدمه للدايره يا عم بتاعتنا العضو عشان ملهوش انه كلهم يطلب بيروحوا خدمة، يشحتوا. العضو اساسي تشريعي يا استاذ بيروحوا صبحي. يشحتوا. يعني حلو قوي، خليك في دورك التشريعي وشوف دايرتك. انت بتروح تشحت وظائف من الوزراء ومن المحافظين ومش عارف من مين ومن مين، فهتحاسبهم ازاي؟ لان انت لخبطت الاختصاص بتاعه، انت نفسك انت كناخب. مين اللي قال له لخبطه؟ انا اللي انت لخبطته. انت كشخص. هو لا يا اللي بيه، لا. هو اللي ملخبط يا نفسه. حبيبي افهم، يا حبيبي يا بيه افهم هو اللي افهم ملخبط افهم. نفسه. انا دام بطلب مصلحه خاصه، مصلحه خاصه، يبقى انا اه بضر العضو بتاعي. اه العضو بتاعي بيتنازل للمحافظ او بيتنازل للوزير على اساس يعين فلان، انا فبالتالي لا يقدر انا يعمل طلب انا احاطه ولا يقدر يعمل تساؤل حتى. حلو حلو ماشي، فانت حلو. اجبرته بالمصلحه انا مش طالب الخاصه انه مصلحه يضر ليا المصلحه انا. العامه. يا باشا هو اللي بيروح يشحت المصلحه الخاصه دي عشان نفسه، عشان المره الجايه انت ترشحه. ما هو انت اللي انا طالب مش منه عايزه يعمل كده، انت اللي مصلحه طالب منه خاصه يا صبحي لحد. كده، انت اللي طالب. انا ما طلبتش حاجه. يا سيدي انا انا ما انا بتكلمش بقول على لك شخصك، يلتزم بشغله. انا ما بتكلمش على شخصك، انا ايوه بتكلم ايوه على التابع المؤيد للعضو مجلس اه النواب اللي هو بيبقى ظاهر تمام في معاك الصورة. ده معاك بيلخمه اكتر ما معاك. بيساعده. يعني هو في النهاية المفروض ان بيعمل خدمة عامة مش خدمة خاصة. لما بيتحول العضو من حلو. خدمة انا عامة لخدمة ليه ما خاصة يلتزمش؟ بتأثر على الخدمة العامة. ليه ما يلتزمش يا عم بشغله ويسيب الخدمه الخاصه دي مش مطلوبه منه؟ اللي مطلوب منه يشوف خدمات الدايره العامه للناس كلها، ويشوف القوانين اللي بتتعمل، يجيب واحد يدرسها هو يكون بيفهم فيها يدرسها، عشان لما يقول احنا نشيل طين، لما يقول لا احنا اللي نشيل الطين. احنا عايزينه يلتزم بدوره، مش مطلوب منه يوظف حد. يبقى المفروض بتعمل مش توعية، مطلوب منه انه ماشي يروح ماشي. يتسول من وزير ولا مدير ولا غفير. يبقى المفروض بتعمل توعية الأول للناس عشان الناس الدايره تفهم بتاعتك الأول اختصاصات عضو مجلس النواب. الدايره معلش يا صبحي معايا برضو ما فيش دايره. خبر من ماشي الأستاذ عاطف ماشي عبد العزيز مقلد، بيقول نقلا اه الآن عن أحد القائمين عن حملة اه محمد عبد الباسط عقرب، الدكتور محمد. بيقول خبر هام ومفرح اه جدا لجميع وردان، خاصة على الانتخابات النيابية. فمعنى الكلام بيقول ان اه ممكن يكون الدكتور محمد عبد الباسط داخل اعاده. ده اللي بيتقري ما بين السطور بالنسبه للاستاذ عاطف، وكده يبقى طبعا علي وعلاء على ما اعتقد في الباي باي يعني.
كمل يا استاذ صبحي. هو في الاخر ربنا يؤتي الملك من يشاء وينزع طبعا الملك ممن يشاء من الاخر. طبعا. بس احنا نتمنى ان الناس كمواطنين، انا وانت وكل الناس اللي اهالي الدايره، يفهموا الموضوع ده. النايب مش عشان يوظفني او يجيب لي خدمه ليا كشخص. لو عمل خدمه عامه واحده للدايره كلها احسن 1000 مره من انه يخدمني او يخدمك او يخدم 100 واحد او 1000 واحد في الدايره. اهو ده وهو العضو طالما بيروح العضو لوزير عشان يوظف او لغفير عشان يعين او عشان اي مصلحه خاصه لاي حد، مش هيعرف يحاسب وزير ولا يعمل له استجواب ولا طلب احاطه ولا يقول له فين الميزانيه اللي متخصصه للدايره دي. تمام. كلامك هيسالوا منطقي. عليها باي عين. حلو. بص يا استاذ صبحي، كلامك منطقي. الواجب بقى في المشاركه المجتمعيه، عمليه التوعيه للناخبين او للمواطنين بان عضو مجلس الشعب مش عضو خدمي، ده عضو تشريعي. العضو الخدمي اللي هو عضو المحافظه ماشي. وعضو القريه وعضو المركز هو اللي بيجيب لك الخدمات على مستوى تمام. المحافظه بتاعتك، واللي بيتابع وبيراقب اللي هو عضو مجلس النواب، هو اللي بيتابع العمليه دي. فبالتالي لما تدي كل واحد تمام. وظيفته بتبقى المشكله اتحل. طيب الاستاذ عاطف عبد العزيز بيقول نقلا هي عن دي. حسام عقرب: تم اعاده التجميع اليوم وستتم اعاده التجميع مجددا باكر. مش فاهم يا استاذ عاطف الحته دي. ربنا يقدم ما فيه الخير ربنا يا يولي عم من يصلح. عز. وانا مبسوط اني سمعت صوتك. تكرم يا حبيب قلبي، ده واحنا شرف، ده شرف ليا يا استاذ كل اللي صبحي. بنعمله ده بنتمنى بس الخير للكل. مش هقول لك ليا لوحدي ولا ليك لوحدك، للكل. طبعا احنا بنحاول بقدر زي ما قلت الامكان. لك في الاول، يمكن انا وانت عارفين نمشي نفسنا، في غيرنا ربنا يعلم بظروفه ويعينه عليها. طيب برضو اخر خبر بيقوله الاستاذ عاطف عبد العزيز نقلا عن حسام عقرب: جاري التاكد اعاده بين كل من سمير رشاد حماد وعبد الصمد سكر ووحيد عامر وياسر سعيد طه. دول الاربعه اقول اللي لك على ممكن حاجه يعيدوا. يا حاج عز. اتفضل. اقول لك على حاجه يا ابو محمد. اتفضل. الموضوع ده فلان نجح، فلان ما نجحش، فلان اعاده، فلان مش اعاده، ده يخلينا نشوف الايام اللي جايه هتبقى سودة. لا ما تقلقش، ما تقلقش. والله بجد يعني. ايه يا عم ده؟ ايه لعب العيال دي؟ فين القانون وفين الدوله فين الثوره وفين البلاوي اللي اتعملت في البلد بقالها 9 سنين؟ خير ان شاء الله، خير بعون الله. خير. خير. اللهم اجعله خير. ربنا يولي من الاستاذ يصلح ياسر ويصلح سعيد حالنا. اتضم لنا في البث. لو متابع معانا التعليق بتاع الاستاذ عاطف عبد العزيز مقلد عن حسام عقرب: جاري التاكد اعاده بين كل من سمير رشاد حماد وعبد الصمد سكر ووحيد ابو عامر وياسر سعيد طه. احنا بنتمنى التوفيق ليهم. شكرا لك يا استاذ صبحي، عشان ما طولش عليك. حبيبي يا ابو محمد. شكرا يا غالي، شكرا حبيبي يا حبيبي. ابو محمد. في رعايه الله، مع السلامه. العفو. شرفتونا يا عم عز. رعايه الله. عودة الحق دايما بتبقى مفرحة للناس بشرة خير يعني. لو كان بالفعل الأسامي اللي موجودة على أرض الواقع، إن الإعادة هتبقى ما بين سمير رشاد حماد وعبد الصمد سكر ووحيد أبو عامر وياسر سعيد طه، هيبقى أنا اللي فزت. قسما بالله هيبقى انا اللي فزت. بس المشكله هيصعبوا عليا برضو الاختيار التاني يا عم ياسر، هيصعبوا عليا الاختيار التاني. فسمير رشاد حماد وعبد صمد سكر ووحيد ابو عامر وياسر سعيد طه، فالموال صعب وصعب الاختيار فيهم، لان الحمد لله الاربعه اللي انا قلت ان هم دول افضل الناس هم برضو اللي هيبقى موجودين، فلازم اختار منهم اتنين. فايه الحل؟ هل هفضل يا ياسر، يا استاذ ياسر بيه يا باشا،
هفضل على الاختيار بتاع الاول واختار ياسر سعيد طه ووحيد عامر، ولا العمليه هتتغير بالنسبه لي؟ فانا في ورطه، يعيدوا ونختار اي اتنين منهم كلهم محترمين يا عم. بقول لك يا عم، ده انا المفروض الاربعه الوحيد اللي قلت ان الخمسه الافاضل اللي مش هيجوا مجلس النواب، والحمد لله اربعه منهم جاوا، اربعه. يعني انا راجل فتك. بس في كلتا الحالات في حيثيه هنا معايا يا استاذ عاطف، وادام انت معايا حيثيه غريبه قوي. عندي سمير رشاد حماد، وعندي وحيد ابو عامر، وعندي ياسر سعيد طه، وعندي اللواء عبد الصمد سكر. ياسر بالنسبه لي الدرجه الاولى بتاعتي، مش هقدر اسيبه من الاخر، لا اعاده ولا في الاول. ياسر ملاكي، مش عارف ملاكي ليه، شكله كده الواد ده بحبه شويه يعني. فالاختيار ما بين سمير رشاد حماد وعبد الصمد سكر ووحيد ابو عامر مشكله كبيره. سمير رشاد خدم من الدرجه الاولى وبيشتغل على ارض الواقع بالفعل. لواء عبد الصمد سكر راجل سياسي، لكن الفيديو بتاع عشان اكون صريح بقى وبجد بقى، عشان الناس بتوع ابو غالب يزعلوا مني رخرين، ما انا لازم ازعل كل مره شويه. الفيديو اللي قدمه على النيل للاخبار كان فيه سياسه اكتر ما فيه مطالبه للحق، فسقط من رصيده معايا. فبالتالي اللواء عبد الصمد سكر خارج المنافسه، فهيبقى الاستاذ سمير رشاد حماد ووحيد ابو عامر. نتمنى لو انا بسبق الاحداث، بس انا بقول اللي داخلي، لاني ما كنتش اتمنى اشوف اللواء عبد الصمد سكر بيتكلم بطريقه سياسيه بحته، ما بيتكلمش عن مطالبه بحق. انت مش طالع تطبطب لي على الناس عشان ترجع حقك، ده انت ليك حق، يبقى لازم صوت الحق قوي. فانت دام بتطلبه بطريقه سياسيه ويا ريت سياسيه يعني حلوه، لكن ما عجبتنيش انا كشخص عادي كانسان بسيط يعني. ممكن تكون عجبت اي شخص تاني، لكن بالنسبه لي انا كشخص ما مش حلوه، مش داخله دماغي. فلو ان شاء الله الاربعه دول اللي هيعيدوا، خارج من حساباتي اللواء عبد الصمد سكر، لكن الثلاثه التانيين فيهم واحد متربع على العرش، ياسر سعيد طه. واللعب هيبقى ما بين سمير رشاد حماد ووحيد ابو عامر، مع بعض الاحاديث اللي هتبان في الفتره اللي جايه، ونشوف مين اللي اللي هيركب الموجه ان شاء الله. الحمد لله ان انا اخترت ناس انا فعلا بحترمها وبحبها وماليش مصلحه خاصه، ما يهمنيش يعمل لي مصلحه خاصه، لان ما بحتاجش حاجه من حد طبيعي. بص يا استاذ عاطف، ساعات اخذ الحق حرفه ليس دفاعا عن الدكتور عبد الصمد سكر، فانا لم انتخبه ولن انتخبه الصراحه. يا عم على عيني وراسي، بس معلش لما تطلع في لقاء تلفزيوني، هو انا هقول لك على حاجه. هو انت النهارده لما اسديت خدمه لياسر سعيد طه والوحيد ابو عامر وقلت لي لا ما يطلعوش، انا عارف ومتاكد مليون في الميه ان انت عارف ان انا هختار منهم، لان انا عارف ان هم اللي جايين اساسا، ماشي. وما حبيتش تحرق اي واحد فيهم، وانت عارف ان انا بعز ياسر سعيد طه، ولا حبيت تحرق وحيد ولا حبيت تحرق ياسر. لكن في النهايه انا بختار صوت لامه مش صوت لعز. لو ياسر ما يصلحش هقول ما يصلحش، عشان تكون فاهم. الصداقه دي حاجه تانية خاصه، بس ياسر بيلعب معايا في منطقه الخدمات قوي فيها قوي، فانا ماسك معاه في الحته دي. لكن لو حسيت ان سمير رشاد يقوى عليه، هاخد سمير رشاد واترك واشيل ياسر. ياسر مش هيزعل مني، لان هو عارف انا ماليش مصلحه. ياسر سعيد طه انا ما كسبتش منه جنيه في الانتخابات يا حاج يا ياسر. لو سمحت اكتب لي بس على التعليق، لان في ناس اتهمتني ان انا عملت لك الحمله الانتخابيه انت ووحيد عامر
وخدت فلوس، فعشان كده واقف معاكم. فلو سمحتي اكتب الحقيقه لو سمحت، عشان بس الناس اللي بتتابع تقرا. فانا الحمد لله من ساعه 2011 ما شلتش حمله انتخابيه لاي مرشح. لكن من قبل 2011 من 95 ل 2010 كنت بشيل في الدوره الواحده من 3 اعضاء ل 6 اعضاء مجلس الشعب، كنت بشيل الحملات الانتخابيه بتاعتهم. فمن بعد 2011 لما اشتغلت السياسه قلت مش هشيل حمله انتخابيه عشان ما فيش واحد يقول لي انت قبضت من فلان او من علان. فالاستاذ ياسر معلش رجاء اكتب الحقيقه، انا عملت لك شغل في الحمله الانتخابيه وخدت جنيه منك ولا لا؟ فالمبارزه اللي جايه مبارزه قويه ما بين سمير رشاد حماد وما بين وحيد ابو عامر. لو الاربعه دول اللي جايين هيبقى سمير رشاد ووحيد ابو عامر من اولى اهتماماتي ان انا اختار منهم. لو سمير رشاد عدى في تفكيره او في تفكير المجموعه اللي ما هي الحمله الانتخابيه برضو بتبقى لها تاثير على الصوت الانتخابي. لو الحمله بتدير اداره صحيحه، احنا هنا في الاعاده هنبص لاكتر واحد اقرب للكرسي عشان تنتخبه. فتوجيهي للاستاذ ياسر ركز على الجزئيه دي. الناس الاصوات الناخبه هتجري على اكتر واحد حمله انتخابيه اشتغلت له صح، فبذلك هينجح. الفتره الاولانيه كانت مال سياسي، المره دي قوه الحمله الانتخابيه هي اللي هتجذب الاصوات. حتى ممكن يكون صوت مؤيد لياسر سعيد بقوه وتتلاقيه خرج عن المألوف. فرجاء اشتغلوا صح، فكروا ايه اللي انتوا هتديروا لمرحله الاعاده، هتديروها بأني طريقه. والله عاطف مقلب بصراحه مريحني، محسسني ان ال ان 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 كل دقيقه فيه جديد. يعني عمال يقول لي حاجات غريبه، يعني بيقول لي لو حصل اعاده سيكون خروج الناس في مرحله الاعاده بارقام تاريخيه. دي حقيقه، دي حقيقه وفوق الخيال. اولا احنا عندنا لو الاعاده زي ما احنا بنقول على سمير رشاد حماد وعبد الصمد سكر ووحيد ابو عامر وياسر سعيد طه، احنا بنقول على شخصيات الاربعه محترمين، الاربعه كويسين، بس كل واحد له ملكه، كل واحد له ميزه، كل واحد له ارض يعرف يلعب عليها كويس. اللي هينجح دعائيا، اللي حملته هتدير الحمله صح وهتشتغل صح هو اللي هيكسب. بس في النهايه هو مكسب للجميع، لان الاختيار في 4 افاضل. العمليه كده، ده اللي كنت بتمناه من الاول خالص. وبقول يا جدعان بدل ما 31 مرشح لو بقى 10 مرشحين افاضل زي القامات اللي هي موجوده معانا حاليا دلوقتي اللي بيطرح اسمها، ده هيبقى جميل جدا. هتبقى منافسه شرسه وقويه وفيها اسراء في المعلومات وفي الفكر، وهتلاقي ناس كل واحد بيظهر امكانياته وملكاته في الحوارات او في اللقاءات او في المؤتمرات او في التربطات نفسها. على ما اظن وهتطرق لجزئيه زي ديت عمليه التربطات يا استاذ عاطف، وركز معايا فيها معلش. سمير رشاد وعبد الصمد سكر ووحيد ابو عامر وياسر سعيد طه، انا كده عندي كام؟ 3 من اليمادي وواحد من عندكم من بحر، هي شمال ولا جنوب؟ فمتهيألي لو لا في التربطات صعبة على فكرة جدا. التربطات صعبة جدا، وانا حاسس مش عايز اتكلم واقول، بس حاسس ان في حاجة غريبة هتحصل الفترة اللي جاية. يعني المفروض 2 بيبقى في ترابط ما بينهم و2 تانيين. فهل سمير رشاد حماد هيكون اتجاهه ناحية ابو غالب او وردان، ولا هيكون اتجاهه ناحية بهارمس؟
وياسر سعيد طه، هل هيختار ما بين الثلاث اتجاهات ولا اتجاهين فقط؟ انا عشان بحب ياسر فبحب اوضح الصوره اكتر يعني. ياسر سعيد في ورطه، لو جه قعده مع الثلاثه دول، لابد يلعب على الحصان الكسبان. يا عم محمد، ما والنبي تصحى من النوم يا محمد، والنبي تصحى من النوم يا محمد، والنبي يا شيخ، ما فيش كارنيهات بتطلع يا حبيبي دلوقتي. ايه ده شويه. حبايبك اللي معانا على الحوار سيكونوا معنا. آه طب والله انا مش عارف. مش عارف يا استاذ عاطف. هو ياسر مزنوق في خانة اليك، بس لو حسبها صح هيعدي. فمش عارف هو دماغه ودماغ الحملة هتدور في ايه لو ربنا كرم سبحانه وتعالى والموضوع تم، لان الاربعه مشكله. آه، هل هو هيبقى الافضليه مثلا مع سمير رشاد حماد، ولا مع وحيد عامر، ولا مع بصمت سكر، ولا محمد عباس عقرب؟ لان انت ذكرت محمد عباس عقرب في تعليق سابق. فلو محمد عباس عقرب ففي واحد منهم هيتشال من الثلاثه من الاربعه. فبرضه لسه الرؤيه مش واضحه وسابقه الاوانه. اللي مع وحيد عامر كسبان. طيب عشان انت بتحب وحيد عامر، وانا طبعا بحب وحيد عامر وبحب ياسر سعيد، بس اقواهم بقى عشان اجيب لك من الاخر وياسر ما يزعلش مني، اقواهم سمير رشاد حماد. اقواهم في الاتفاق، اقواهم في الاتفاق، عشان تكون واصله بس المعلومه صحيحه يعني. آه، وحيد عامر متهيألي بهرمس الكلمه الاولى والاخيره ليها. فلسه ما بانتش موضوع بهرمس، هل هي هتبقى مع وحيد قلبا وقالبا زي اعلان ناجي عبد الرحيم ولا لا؟ بالنسبه للواء عبد الصمد سكر، يعني برضه بنفس الطريقه ابو غالب لها الكلمه الاولى والاخيره. لكن المنطقتين الحيتين اللي ما عليهمش مشاكل تعتبر منطقه سمير رشاد حماد ومنطقه ياسر سعيد طه. فلو فكرنا فكر مع بعض كده، بنفكر كده بالتفكير السلس. لو قلت لك سمير مع ياسر يعملوا صداع للاثنين. مع احترامي، اللي معروف عندنا في قرية شمال الدايرة هو وحيد عامر، وياخذ أصوات كتيرة جدا. دي أنا يا عم أمين أنا موافقك. احنا بنتكلم على هنا بقى، بنتكلم على جزئية تانية يا أستاذ عاطف. احنا ما بنتكلمش على العلاقات الخارجية. أصلح مهما كانت علاقات الأستاذ وحيد كتيرة عندكم، مش هتبقى بالزخم اللي هيبقى موجود في نكلة وفي الرهاوي. لان نكلة والرهاوي متعطشه لعضو، ولازم يكون عضو موجود ومن المنطقه دي عشان تكون واصله العمليه عمليه ذكاء انتخابي من الدرجه الاولى. فالمنطقه دي محتاجه واحد من الاثنين او الاثنين. فهنا المشكله مين هيلعب مع مين. فلازم كل واحد يفكر ويحسبها بالورقه والقلم. لو جت الترتيبه ديت، ده هتبقى مشكله على الاربعه. الاربعه ممكن يتعبوا فيها. كان زمان كنا بنقول لو واحد فلول مع واحد مش عارف ايه، عارفين الفلول هيسقط التاني وشكرا. لكن المره دي الاربعه والاربعه حلوين مش وحشين. الاربعه حلوين، الاربعه ناس افاضل، ناس كويسه. هنا بقى الكتله التصويتيه هي اللي هتحكم الاختيار نفسه. الكتله التصويتيه هي اللي هتحكم الاختيار نفسه مع اي مرشح يعني.
والله صعبتها عليا يا عاطف، صعبتها عليا. ده انا قايل الخمسه اللي مش الناس الافاضل اللي مش هتيجي، وتيجي تقول لي جايين اعاده. يعني انا الراجل رؤيتي فيستك، والاربعه عزاز عليا، يعني انا بحبهم والله، والله بحبهم لله الاربعه. بس اختيار صعب. يعني انا لو هرتب نفسي من النهارده، على الاقل خالص هاخد لي اسبوع قبل ما اخد القرار. هختار مين؟ فدي مشكله برضو. وغير كده مش انت بتختار مثلا من في اوحشهم، ده هم حلوين، هتختار مين فيهم؟ ربنا يولي من يصلح. يا رب يكون في اعاده كلامنا كله احتمالات في علم الغيب. ما هو انا هقول لك على حاجه. اي خبر متداول حاليا بنسميه تكسير عظام يا استاذ عاطف، وحضرتك عارف الحته دي. يعني الاشاعه اللي طلعت ان علاء نجح وعلي نجح، ده تكسير عظام للدايره بحالها، وتحطيم امالها وفكرها واللعب باعصابها و... ويشوفوا قوه المرشحين وقوه الناخبين. ده لعب سياسه كبير، مش اي حد بيفهمه. النهارده لما نيجي نتكلم ونقول فيه اعاده ما بين اربعه، ده تكسير عظام تاني، وضع تاني مختلف. لما يظهر النتيجه رسمي ومباشر والاربعه، هنخش بقى في التربيطات. مين هيلحق الحصان الكسبان؟ مين من الاربعه هيلحق الحصان الكسبان عشان يطلع معاه؟ ما هو انا مش هروح ايد اعمل ترابط مع عضو ضعيف. انا لازم اعمل مع ترابط واحد يرفعني مش ينزلني، او ما يكونش من المحتمل ان يجي. مفيش حاجه اسمها فيها دي فيها احتماليات، ده فيها قرار، وقرار لازم يكون واضح وصريح. لو سمير رشاد الحصان الرابح، لا ده انا هتفق معاه. عبد الصمد سكر يبقى انا هتفق معاه. وحيد عامر انا هتفق معاه. ياسر سعيد هتفق معاه. يبقى لازم المرشح القوي اللي عارف بيلعب بالبيضه والحجر وفاهم الكوره هتبقى في ملعب مين يلعب معاه. هنا بقى ذكاء المرشح نفسه. اللي بيخيب بيخيب خلاص شكرا. لكن الذكاء اللي يعرف الحصان الكسبان فين حته ويشتغل معاه. طيب بص يا صبحي. في ناس تعتبر ما بيننا كده تعتبر في المطبخ شويه، قريبه من المطبخ سنه يعني. فالاخبار مش مؤكده. الاخبار على العام، احنا دلوقتي عندنا بدل اربعه عندنا خمسه، والخمسه دول محتملين. الدكتور محمد عبد الصمد عقرب، ياسر سعيد طه، سمير رشاد، عبد الصمد سكر، وحيد ابو عامر. هو المحتمل في الخمسه دول الايه الاعاده عامه. ونتمنى ان تكون صحيحه يعني. ما احنا قلنا يا باشا، قلنا يا بيه مش اشاعه. لو في اعاده في الدائره باكملها، الصناديق هي اللي هتبقى ما هو ده الطبيعي يا حبيبي. ما احنا قلنا يوم الاحد النتيجه النهائيه. كل دي تكهنات من قرب المطبخ بتاع الانتخابات. فيه ناس من اصدقائنا قريبين من الحته دي، فقالوا دلوقتي ان الفرز انتهى. الفرز والتجميع انتهى. المبشرات بتقول فلان وفلان وفلان وفلان. الاكيد يوم الاحد. احنا بنحلم، احنا ربنا خلقنا كثوار 25 يناير نحلم، عشان لو حلمنا اتحقق يبقى خدنا القرار الصحيح في فترة الحلم، عشان ما فوجئش ان اجي اقول الله هو انا هختار مين. ده انا بعمل حساباتي وبشوف مين اللي هينجح وبشوف مين اللي اكفأ. يعني وانا بحسبها كده مع نفسي، انا ما اعرفش دماغ ياسر سعيد، وما اعرفش دماغ وحيد ابو عامر، وما اعرفش دماغ سمير رشاد، وما اعرفش دماغ اللي هو عبد الصمد سكر. هم هيفكروا في ايه؟ لكن انا كناخب انا بفكر، انا راخر باللي هي تفكيري انا. انا مع ياسر سعيد قلبا وقالبا. طيب هو دماغه هتوديه فين؟ لو تلاقيته بتوديه في حته تانية وهيقع، انا هنزل هنط من المركب مباشر.
ليه هنط من المركب؟ لان انا عايز الناجح عشان اشتغل معاه. فانا بالتالي انا بحط تصوري على فكري. بمجرد ما بيقول انا بأتلف مع فلان، لو لقيته مناسب ليا ان هو جاي هقول انا مع ياسر. ما تلاقيتوش مناسب معايا هقول لا انا مش مع ياسر. هنا مش ان انا اتخليت عن ياسر، لا، انا مع بلدي، مع دايرتي، مع الاقوى اللي هيجي عشان اعرف اشتغل معاه. انا بشتغل سياسه خدميه، مش بشتغل مع صديق، انا بشتغل سياسه خدميه. انت اختيارك زي اختيار علي لما كان اختار في الدوره اللي فاتت مع الحزب الوطني، قلت مش هنتخب. جه المره دي اختار حزب مستقبل وطن، قلت برضه مش هنتخبه. النهارده لو جه ياسر وجه اعاده ولعب مع الحصان الخسران، انا هنط من البحر، هنط من المركب. انا ما غرقش نفسي وما غرقش بلدي والبلاد اللي حواليا. انا عايز اللي يفكر تفكير سليم وصحيح 100% مدروس. انت ما بتاخدش خطوه الا بفريق استشاري يكون متخصص وعنده رؤيه وعنده من المعلومات الكافيه ان المنطقه دي هي الربحانه. فبالتالي معنى في الاعاده بالذات انا بلعب على الحصان الكسبان مش الخسران. تأييدي لياسر سعيد أيدتك، وصلت معاك للمراحل اللي انت ترجو المرجوه. اختيارك وقرارك لازم عشان اقدر اتواصل مع المرشح العضو اللي جاي، سواء عبد الصمد سكر، سواء سمير رشاد حماد، سواء وحيد ابو عامر، سواء ياسر سعيد، سواء محمد عباس عقرب. اتواصل معاه واعرف اشتغل معاه. انا مش هدعم صديق، انا بدعم صحيح. ما هو اختيار الخاطئ بيضر. هو ايه اللي نجح علاء علي سماحه علاء نجا عبد الرحيم واحمد فاروق ابو عبد؟ اختاروا الوضع الصحيح المظبوط. هم قالوا لو اختلفنا مع الاثنين دول يبقى لازم نتجمع مع بعضنا وهم يسقطوا. الشباب بتاع الثوره بتاع 25 مش هيقبل الوضع ده، هيجوا غصب عنهم، غصب عنهم. فهو تكتيك انتخابي مش اي حد بيلعبه. محمد امام انت بتتكلم فيه دي عاش المستحيلات. انا مش عارف انك آه ايه مقتنع ليه ان الموضوع انتهى. يا حبيبي انا ما قلتش انتهى، انا والله ما قلت انتهى، انا بقول تكهنات. احنا بنقول دي تكهنات. الفرز دلوقتي انتهى والعد انتهى والنتيجة محطوطة وجاهزة، محطوطة وجاهزة. يوم الجمعة اجازة والسبت اجازة، الحد هتتعلن النتيجة. الاسماء اللي انا قلتها في اول الانتخابات قلت 5 عايز انتخبهم ومش هيجوا، عشان برضه اوصل لك. لان الفكر الجمعي انا كراجل بشتغل سياسه خدميه من 2011 لحد النهارده يعتبر الفكر الانتخابي والفكر السياسي عندي درايه بيه تؤهلني ان انا اقول لك ايه ده من دول هيجوا. بس مين الله اعلم. طب ما هي جت النتيجه عالي وعلاء، يبقى انا راجل غلط؟ لا مش غلط. وهتثبت لك الايام اللي جايه ان النتيجه لما هتطلع هيطلع من الخمسه على الاقل 2. مش هقول لك الاربعه اللي طلعوا، ما هم الاربعه اللي الاستاذ عاطف قال عليهم وحسام عقرب قال عليهم، الاربعه دول اختياري. قلت الخمسه اللي مش هيجوا اللي هم الافاضل اللي هم ممكن يكونوا ينفعوا اعضاء مجلس نواب. فدلوقتي لو جه منهم 2 انا نجحت، 3 انا نجحت، 4 انا نجحت، 1 نجحت. نجحت ليه؟ لان الواحد ده هيشتغل وعارف ان هو بيشتغل على فكر ناس فاهمه وهيقدر ينتج على ارض الواقع. التاني الفاشل اللي هيجي اللي ملهوش لازمه اللي مش هيعرف يحرك ساكن غصب عنه هيشتغل علينا، هتلاقي اللي حواليه شغالين. فبالتالي لازم ينجح. فانت لما تحط مجموعه ناجحه، عندك يحيى شوقي بيشتغل، عندك
احمد الشراني لا تسمع له صوتا على الاطلاق من ساعه ما خد الكارنيه وبقى في حزب مستقبل وطن، ما سمعناش ان هو عمل اي شيء على الاطلاق. ماشي. يحيى بدا يشتغل على ارض الواقع من بعد الكارنيه بيوم، بدا يشتغل على ملفين، واتمنى ما يزودش عن الملفين دلوقتي لحد ما يخلصهم عشان نقدر نقول ان هو نجح في ملفات بيشتغل عليها. النهارده لما يجي لي الاربعه دول يطلع لي منهم اثنين، يطلع لي منهم ثلاثه، يطلع لي منهم واحد، يبقى انا كده دخلت في معمعه شغل. الشباب اللي طالع ده هيشتغل مش هيقعد. الضعيف هيتفرم، والمره الجايه غير المره دي، غير المره السابقه، غير المره اللي قبلها، غير المره اللي قبلها، كل شويه فيها تغيير تاني. فالنهارده لما اجي اتكلم على مجموعه شباب هتخش لاول مره مجلس النواب ويعملوا زي ما عمل احمد فاروق وعلاء ناجي، يبقى هيتركنوا على الرف المره الجايه. لو انا ياسر لو جه وما عملش حاجه يجرؤ يقول لي سلام عليكم، او يقول لي تعالى امشي معايا وانتخبني، من رابع المستحيل. فهو بيدمر نفسه. عايز تنجح وعايز عز يبقى معاك، اشتغل على ارض الواقع للقرى كلها، مش لنكله وباش ومنشيه وخميس مش المحيط بتاعك ده مقياس النجاح. مقياس النجاح تشتغل على ملف يضم اقل حاجه 12 قريه